السلام عليكم الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باتم الصحه والعافيه. اليوم جيت نشارك معكم بعض اهم المناطق في مدينه طنجه، عروس الشمال. مدينه رائعه بكل المقاييس، بالجو ديالها وناسها وكل شي فيها. مهم انا صورت هذا الفيديو شهر تقريبا، ويلا تيسر باش نشاركه معكم. خليكم معايا. اول بلاصه مشيت لها وخديت فيها صوره هي هاد البلاصه ديال الالتقاء ما بين المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. في هاد البلاصه غادي تشوفوا منظر ما يمكنش تشوفوه في شي مدينه اخرى في الشمال. كنصحكم اذا كنتو دايزين ولا مشيتوا توقفوا وتشوفوا هاد المناظر وتاخذوا شي تصويرات. من بعدها كاينه المناره ديال راس بارتيل ولا كابس بارتيل. هنا حتى هي بلاصه زوينه، فيها واحد ليسباس لي كبير. هاد الساحه اللي كتشوفوها دابا كاين هنا واحد المقهى وريستورون تاكلوا فيه، تفطروا فيه، تغداو. والداخل وسط المناره تاني كاين واحد الغيست واحد اخر انا صورته وغادي نشاركه معكم حتى هو في الفيديو، وغادي نشارك معكم الدخله ديال المناره وكل شيء.
وشكون فينا ما كيعرفش المغارة ديال هرقل، مغارة اللي كيجيو يكتشفوها السياح المغاربة والأجانب. أنا حاولت نشارك معكم أدق التفاصيل وصورتها لكم من جميع الجوانب، وحتى هي كنصحكم ما تفلتوش الزيارة ليها وتكتشفوا المعالم ديالها. تبع معايا كل شيء حتى الاخر. واللي زوين بزاف هاد المغارة هو انك فاش كتدخلها اول مرة كتحس بواحد الغموض والتشويق. وفي الداخل ديال هاد المغارة كاينه واحد الفتحة كبيرة كتطل على جبل طارق واسبانيا اللي كتبعد غير ب 14 كيلومتر على المكان. وهاد البلاصة كيسميوها الحافة، وهنا كاينه حتى واحد المقهى كتسمى على نفس البلاصة. هاد المقهى تقريبا قديم، تحل في 1921 وخسارة مقدرناش اننا ندخلوا ليه حيت ما يمكنش نزور كل شيء في نهار واحد، ولكن الا جيت المرة الجاية ما غاديش نتردد باش انني نجي ليه. وهنا غادي نكون وصلت للاخر ديال الفيديو. كنتمنى ما يكونش طويل عليكم، بغيت نشارك معكم ادق التفاصيل. خليتكم على خير، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، والى اول مره كتشوفوا القناه ديروا ابوني وفعلوا الجرس. بسلام عليكم.